بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان المخابرات الإيرانية وذكرى عاشوراء أو مقتل سيدنا الحسين. كيف تستغل المخابرات الإيرانية هذا الحدث السنوي في إشعال الحروب الأهلية في العالم الإسلامي؟ كما نعلم أنه بتقام احتفالات أو مراسم كل عام في بعض الدول الإسلامية مثل تركيا، بعض الدول العربية، باكستان، أفغانستان وغيرها من البلاد الإسلامية بمناسبة مقتل سيدنا الحسين. يعني لماذا الحسين؟ يعني قتل من هو أهم من سيدنا الحسين؟ قتل أبيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رغم ذلك الملال إيران ومخابرات إيران لا يقومون لا عزاء بمقتل علي ولا أي اهتمام بمقتل سيدنا علي، رغم أنه سيدنا علي هذا من كبار الصحابة وخليفة راشد رابع ومن قيادات الدولة في الخلافة الراشدة في عهد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. فلماذا إيران تركز على الحسين؟ لأنه فكرة قتل الحسين هي اقتتال مسلمين بمسلمين. يعني لما نحب نشعل حرب أهلية في بلد نقول لمجموعة من الناس اقتلوا هؤلاء، فيقولون لا هؤلاء مسلمين. يقول لهم طب ما المشكلة؟ ما هو الحسين سيدنا الحسين حمل السيف وقتل مسلمين، ومسلمون حملوا السيف وقتلوه. فإذا تثوير شخصية سيدنا الحسين وجعلها حاضرة دائما الهدف منها استسهال قتال المسلمين لبعضهم البعض. الشعار السنوي لهذه الذكرى هو يا لثارات الحسين، يعني الانتقام ممن قتلوا الحسين. طبعا شعار ليس له أي معنى، لأنه الحسين قتل من 1400 سنة، والذين قتلوا الحسين أيضا هم أيضا قتلوا بالمناسبة يعني، وكانوا من شيعته وخانوه، وقصة طويلة احنا يعني ملناش علاقة به. فلا، هنا المخابرات الإيرانية تقول لا، الذين قتلوا الحسين لا يزالون أحياء. من هم؟ المسلمون السنة. فتجد المخابرات الإيرانية شغالة مجازر وذبح في سوريا لدرجة أن هي طردت 10 مليون سوري من بلدهم وقالت لهم أنتم قتلتم الحسين. منهم 4 مليون سوري في تركيا نفسها، وتركيا بتشتكي. طب بتشتكي من إيه تركيا؟ ما هو المخابرات الإيرانية هي التي طردتهم لتركيا أصلا. وهؤلاء ال4 مليون سوري تقول إيران إنهم قتلوا الحسين. وإيران أيضا طردت 4 مليون عراقي، وأيضا قتلت إيران نحو 2 مليون مسلم عراقي، تقول إيران إنهم قتلوا الحسين. واليمن، يعني اليمن الآن إيران تقتل فيها مسلمين هناك. لماذا إيران تقول قتلوا الحسين؟ والحسين عمره لا زار اليمن ولا شاف اليمن. فتجد أنه في اسطنبول ناس بتتكلم على الحسين. طب أنت الحسين عمره زار اسطنبول؟ أبدا، ولا شاف اسطنبول. هل الحسين قتل في اسطنبول؟ أبدا. طب الحسين قتل في كربلاء، فخلاص خلوه يعني حدث محلي، إنما لا. فتجدوا أنه سيدنا الحسين بتقام ذكرى ضخمة جدا بمناسبة مقتله، رغم أنه قتل في معركة، ويعني ناس كثيرة جدا قتلوا في معارك، زي السلطان مراد الله يرحمه اللي فتح كسوفة، قتل في المعركة. فلو الشباب التركي اليوم يخرج في شوارع اسطنبول كل سنة بمناسبة ذكرى استشهاد السلطان مراد ويقول أهار للسلطان مراد، يا لثارات مراد، الانتقام لمراد، إذا تركيا تريد إعلان الحرب على صربيا. الجيش البريطاني جاء ليحتل اسطنبول وقتل من الأتراك ومن المسلمين الجنود 250 ألف جندي في الجيش العثماني. طب لو تركيا كل سنة بتقيم احتفال أهار لشهداء تشنق قلعة في الحرب العالمية الأولى، ويبقى معناها تركيا تعمل حرب مع بريطانيا، فبريطانيا تحتج فورا، تقول لها في إيه يعني إحنا مش عملنا سلام خلاص يعني. فتجد إنه لا يوجد أي أتباع دين خالص يحيون ذكرى أناس قتلوا من 1000 سنة و1400 سنة إلا إيران. حاجة غريبة. فإيران هي تريد خوض معارك وحروب، وبتحارب في العراق، وبتحارب في سوريا، وبتحارب في لبنان، تحارب في اليمن، تريد أن تحارب في أفغانستان وفي تركيا وفي باكستان. فقاعدة تؤجج النار، تشعل النار. ما خلاص قتل الحسين واللي قتلوه قتلوه خلاص. طيب تعالوا نرى هذه المسألة. وطبعا أيضا استحضار شخصية سيدنا علي وشخصية وشجاعة سيدنا علي. طب وأين سيدنا أبو بكر وشجاعة سيدنا أبو بكر وشجاعة سيدنا عمر؟ انتبهوا، إذا وجدتم الإعلام في بلادكم، بلدك اسمها إيه؟ تركيا، المغرب، مصر، أي بلد،
والإعلام شغال والمسلسلات سيدنا علي وسيف سيدنا علي، علي وسيف سيدنا علي، اعلم أن الدولة العميقة في العالم قد اتخذت قرارا بإشعال حرب أهلية في بلدك. لأنه إيه قصة سيدنا علي؟ قصة سيدنا علي أنه ظل 5 سنوات يقاتل مسلمين ومسلمون يقاتلونه فترة الخلافة بتاعته. فبالتالي فكر شخصية سيدنا علي إنها بتعطي مسوغ إن المسلمين يقتلوا بعضهم البعض. إيه المشكلة؟ ما هي إيران بتقول هذا لميليشياتها في سوريا وفي العراق، يقولون نحن بنقتل المسلمين، فتقول لهم ما المشكلة؟ ما سيدنا علي قتل المسلمين. فهمنا؟ بينما شخصية سيدنا أبو بكر العدو في الخارج، كان بيحارب حروب الردة، حارب الفرس الروم. سيدنا أبو بكر لم يحدث قتال بين المسلمين، ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان. فلذلك العدو عند سيدنا علي من في الداخل. فإذا شخصية سيدنا علي الهدف منها أو إحيائها وكذا، ظروفه كانت كده يعني، هو سيدنا علي لا ذنب له، لكن الهدف هو أن يقول لك عدوك هو أخوك، عدوك هو داخلك، عدوك هو ابن شعبك. فهمنا الخطورة؟ ولذلك هتجدوا الدول اللي بترفع يا علي ويا حسين فيها حروب لا تتوقف، مآسي لا تتوقف. تعالوا نرى ذلك. احنا لدينا أول دولة رفعت شعار يا علي بدون داعي الترتيب التاريخي، إيران. أول ما الخميني أقام نظام، حصل الثورة الخمينية 1979 والخميني وملالي إيران وصلوا للحكم، ماذا حدث؟ رفعوا شعار يا علي ويا حسين، أسقطوا النظام اللي كان موجود اللي هو نظام الشاه. فورا إيران أعلنت الحرب على طول على العراق فورا، ونتج عن هذه الحرب خسائر 4 ملايين إنسان، ما بين قتلى، جرحى، عندهم عاهات، لاجئين ومشردين، واستمر 8 سنوات. كانت إيران، ملالي إيران، يحشدون الشباب سن 17 سنة و18 سنة ويقولون لهم أنتم الآن تثأرون للحسين. من مين؟ من العراق. العراق مسلمة؟ يقولوا لا دي كافرة، اللي قتل الحسين كفار. طب العراق حالا ما لها علاقة بقتل الحسين زمان يعني؟ لا، هو لأنه ملالي إيران وفقا يؤمنون بفكرة توارث الذنب، يعني يظل هذا الذنب ينتقل إلى الأبناء والأحفاد إلى آخره. نفس الفكرة بين المسيحيين واليهود. النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح، نحن كمسلمين لا نؤمن بهذا، نؤمن أن الله رفعه إليه وأنه لم يصلب. ولما تراجعوا في التاريخ حتى الحرب العالمية الثانية تجدوا الكنائس دائما تقتل في اليهود، فتقول لأن أجدادهم اليهود من 2000 سنة قتلوا المسيح، يعني هم يحملون وزر أجدادهم. وده موجود في المسيحية، أنه كل مسيحي يولد يحمل وزر الخطيئة الأصلية لسيدنا آدم. احنا كمسلمين لا نؤمن بهذا، كل إنسان يولد بريئا، وسيدنا آدم أخطأ، ما لناش علاقة بخطأه، ثم الله تاب عليه كما جاء في القرآن الكريم. المهم هذه العقيدة انتقلت من المسيحية إلى الشيعة فأصبح هكذا. طيب مين المسؤول عن قتل الحسين؟ مفروض بقى إيه؟ سكان كربلاء. لا، فهم بيمدوها إلى كل العالم الإسلامي. يعني تجد الأتراك مسؤولين عن دم الحسين، واليمنيين والمغاربة، وناس عمرها ما تعرف فين كربلاء أصلا. فكانت النتيجة إيران رفعت يا علي ويا حسين، وبدأت في حرب ضروس، والإخوة العراقيين يعني يعرفوا هذا الكلام، 8 سنوات. وكانت العراق تقول لهم موقف القتال، لا داعي للحرب، والحرب أعلنتها إيران. وهذا ممكن نخصص له فيديو. وصممت إيران بشكل غريب، وكانت إسرائيل بتمدها بالأسلحة. الخميني أمريكا وإسرائيل كانوا يمدوا إيران بالأسلحة، والخميني يعلن في العلن الموت لأمريكا وإسرائيل. وطبعا في اللي اكتبوا على اليوتيوب فضيحة ووت إيران جيت. إذا عندنا أول بلد قتل فيها ناس كتير بسبب يا حسين ويا علي إيران، كربلاء، والعراق طبعا الضحية الثانية. طب عندنا البلد الثانية يا جماعة اللي فيها يا علي ويا حسين مين؟ سوريا، قتل فيها 2 مليون مسلم، هجر 10 ملايين مسلم. تركيا اليوم بتكتوي بهذا. والأمر طبعا متكرر في لبنان، والإخوة في لبنان يعني طبعا الناس اللي في هذه البلاد يعني بقوا يعني في حالة، يعني يقول لك والله لو أننا عرفنا التاريخ الحقيقي للدولة الأموية الصحيح ما وقعت بلادنا في هذه الكوارث. لأنه في ناس للأسف لا تدرك تأثير الأحداث السياسية على انهيار الدول الحالية. دولة مثل العراق ضاعت بسبب أن هم لم يدرسوا لهم هي إيه الدولة الأموية، وسوريا ولبنان واليمن.
وانتوا لو لاحظتم هتجدوا النازحين من هذه الدول كلها. انت لو بصيت في تركيا هتجد المعارضين الإيرانيين كله في تركيا، العراقيين هربانين لتركيا، السوريين اصلا دول غالبيتهم اتراك اصلا تركمان هاجروا لتركيا، اللبنان هاجروا للبحار، اليمنيين هاجروا في كل اتجاهات. طيب احنا طبعا ايران حاليا بتنشط في عدة دول. ايران بتنشط داخل في تركيا، وتركيا عام 2012 وزارة التعليم غيرت مناهج الدين بحيث تتوائم مع ما تريد ايران، فدخلوا عندهم حاجة اسمها كربلاء، وطالب اصلا ما يعرف ولا عارف علي ولا عارف الحسين، دخلوا كربلاء، دخلوا اهل البيت، وان علي وفاطمة هم اهل البيت، وده غلط. اهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن. لكن ايران يعني كما تريد ايران جرى الكتابة في كتب التاريخ التركية وكتب الاسلام الدين التركي، وده في الصف الحادي عشر والثاني عشر، وبال من الصف الرابع الابتدائي، فانت طالع يعني. فيعني خلال 10 سنوات 20 سنة ستجد تركيا ايران اخرى. ده من ضمن الامور. طبعا البلد الثانيه العراق، سوريا، طبعا ايران كانت بتنشط في افغانستان، لكن حركه طالبان منعتها. ايران طبعا نشطه جدا في باكستان، وطبعا ايران تريد ان هي تدخل الكويت وتدخل البحرين وقطر والسعوديه والامارات وعمان، بل انه جيش دوله عربيه مسلمه سنيه الان كلفوه انه يعمل طبيخ بمناسبه ذكرى كربلاء. طب انت جيش ما عملت طبيخ بمناسبة ذكرى العيد الأضحى، ولا عملت أكل ولا طعام بمناسبة ذكرى عيد الفطر، ايه يعني؟ ولا بمقتل سيدنا علي، ما عملتوش ليه بمقتل سيدنا علي؟ لأنه سيدنا علي اللي قتلوا الخوارج، والخوارج غير موجودين. فهي العبرة ليست مقتل سيدنا علي، ولا إيران بتحب سيدنا علي، إيران بتكره سيدنا علي، وإيران بتكره سيدنا الحسين. أنا لو خصصت لكم حلقة ماذا يقول ملاذ إيران على سيدنا علي وسيدنا الحسين، انتم لا تتخيلوا يعني كلام ابو جهل وابو لهب يستحيان ان يقولها في سيدنا علي وسيدنا الحسين. المهم فهمنا ادي المسألة. تعالوا نكمل. هنا يا جماعة في هذه الخريطة بنجد الدولة البويهية. الدولة البويهية كما تشاهدون قم وطهران. الدولة البويهية دولة فارسية. الدولة البويهية التي اخترعت فكرة يا حسين ويا علي، وحكاية ان كربلاء مقدسة، كل هذه، وعملت بقى الكربلائيات اللي هي تقام كل سنة. لماذا؟ هذه الدولة كما تشاهدون كانت في وسط العالم الإسلامي، وكانت في حروب، يعني كانت بتدخل في حروب مع العراق سيطرت عليه، وبتدخل في حروب مع الأكراد ودول مسلمين، كل دول مسلمين، تدخل حروب مع الأتراك في الشرق اللي هم السلاجقة وهؤلاء. فطبعا شعب هذه الدولة كان يقول لهم احنا مسلمين، لماذا نقاتل المسلمين؟ فبدأوا يثوروا شخصية الحسين، وإما الحسين قتل مسلمين والمسلمين قتلوه. يعني ايه هي فكرة الحسين؟ حمل السيف كما سنأتي، وكان يريد أن يكون خليفة، وكان يريد أن يحشد الناس ويحملوه السلاح ويكون جيش ويبدأ يحارب الدولة الأموية، والدولة الأموية كانت بتحاربه، فطرفين مسلمين بيقاتلوا بعض. فجزء من اختيار وتثوير شخصية سيدنا الحسين وجعلها حاضرة دائما هي أنه أنتم يا جنود الدولة البويهية أنتم مقام الحسين، وأعدائكم هم قتلة الحسين. فبقى التركي اللي هو مسلم موجود في الشرق أصلا في تلك الفترة، الأتراك ما نزحوا يعني كان فقط جماعات عسكرية، لكن الأتراك كقبائل وشعب لم يكونوا قد نزحوا، لأن احنا في القرن الرابع الهجري، فما لم يكن الأتراك كشعب نزحوا للشرق يعني. فالتركي اللي في الشرق لا له علاقة، لا قتل الحسين ولا شاف الحسين ولا كان مسلم وقت الحسين أصلا، لكن هذا الذي فعلته الدولة البويهية. والدولة البويهية أحضرت مشايخ ألفوا 4 كتب. الدولة البويهية قامت من 322 هجري ل 454 هجري، وألفوا لها 4 كتب: الاستبصار، تهذيب الأحكام، من لا يحضره الفقيه، الكافي. الكتب دي أهم من القرآن عند ملالي إيران. أنت إذا تناقش أي واحد من ملالي إيران وتقول له القرآن، يقول لك القرآن محرف لا يؤمن به، ويقول لك أنا أؤمن أن في مصحف اسمه فاطمة، اكتب على اليوتيوب مصحف فاطمة، يقول لك احنا عندنا مصحف فاطمة وده موجود مع المهدي تحت الأرض، لما يطلع هيطلع معاه، لكن القرآن ده محرف ويعني لا يعتد به. طب ما الذي يعتد به؟ يقول لك عندنا الكتب ال4 اللي الدولة البويهية ألفتهم. فالكتب ال4 تقول القرآن محرف،
ونحن بنرفض خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وأنهم كفار، وأن كل المسلمين كفرة. وبتقول بقى إيه؟ إن ما يجوز سرقة المسلمين ويجوز قتل المسلمين. يعني لما تقرأ الكتب الأربعة دي تستغرب من هذا. وده اللي يفسر لك لماذا إيران كلما دخلت بلدا يعني عملت إبادة للسكان. العراق دمرته، سوريا دمرته، اليمن دمرته. لأن لما تقرأ الكتب الأربعة هتفهم كيف تفكر المخابرات الإيرانية والجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني إلى آخره. وهتجد بقى لماذا استحضار كربلاء ويا حسين ويا علي إلى آخره، لأنه وجدوا أنه إقامة احتفالات يا كربلاء ويا حسين بتساعدهم على مسألة الحرب الأهلية وخلق الشعور بالمظلومية. يعني الشخص الشيعي هو يشعر دائما أنه مظلوم، لأن هو مهما أنت عملت له، مهما أعطيته من أموال، لو جبت له فيلا وجبت له عمارة، هي بتخرج في إن أنا مظلوم. ليه؟ لأن هو من هو طفل يقول له الحسين ظلم، الحسين ظلم، الحسين ظلم. طب ما سيدنا عثمان ظلم وقتل. لكن هي فكرة خلق المظلومية. وفي جبال قنديل في كردستان العراق، التنظيم حزب العمال الشيوعي الكردستاني هذا ماذا يقول لما بيخطف الشباب التركي الكردي؟ يقول لهم احنا بنقتل تركيا مسلمه. يقول لهم ما هو الحسين قتل، كان بيتخانق مع مسلمين، ايه المشكله يعني؟ فكره تسويغ استسهال القتال يعني. فهمنا؟ هنا في هذه الخريطه بترينا القصه الحقيقيه لاستشهاد سيدنا الحسين، ولماذا رفض المسلمون تأييد سيدنا الحسين. سيدنا الحسين معركة كربلاء يا جماعة، كم عدد الذين كانوا مع سيدنا الحسين؟ المصادر المسلمة السنية أو الشيعية تقول 70، وبعضهم يقول 100. فإذا سيدنا الحسين هذا كان شخص، أين شعبيته؟ أين جماهيره؟ يعني هل كان المسلمين يريدون تنصيب سيدنا الحسين خليفة؟ ده سؤال نطرحه، لأن هو جزء من الحدث والتقديم أنه سيدنا الحسين خرج من أجل العدل وأنه الدولة الأموية كانت ظالمة. فإحنا لما نعرض الحقيقة التاريخية تجد أن الرواية دي أصلا مكذوبة تماما بأدلة مادية، بدليل أنه هو كل الذين كانوا معه في القتال 70 واحد فقط. فلماذا رفضت كل القبائل الانضمام له؟ لماذا رفضت كل المدن الانضمام له؟ تعالوا نبدأ ونعرف قصة سيدنا الحسين. سيدنا الحسين كان موجود في البداية فين؟ سيدنا الحسين ولد في المدينة المنورة. توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسين عمره كام؟ 4 سنوات، وتربى ونشأ في المدينة. لما سيدنا علي تولى الخلافة أخذ ابنيه الحسن والحسين واتجه إلى الكوفة، لأنه كان في مركز ثقل عسكري وسياسي تشكل الكوفة. سيدنا علي حكم 5 سنوات، خلال ال5 سنوات لم يستطع توحيد الدولة، بل الأجزاء اللي تحت سيدنا علي حصل فيها تمردات، وجيش سيدنا علي تمرد عليه في معركة صفين، تمرد عليه في معركة الجمل، وحتى المناطق احنا باللون الأحمر دي مناطق سيطرة سيدنا علي، فتجدوا فيه تمردات في كل مكان. وصل الأمر أن سيدنا علي أصبح غير آمن في الكوفة نفسها العاصمة بتاعته، لدرجة أنه لما قتل رضي الله عنه أوصى أن يدفن في مكان سري خشية أن ينبشوا قبره. من الذي سينبش قبره؟ ليس الدولة الأموية، الذي سينبش قبره من؟ هم من كانوا مؤيدين سابقا اللي هم الخوارج. وبعدين حصل انشقاقات، أخوه عقيل بن أبي طالب تركه وذهب إلى سيدنا معاوية في الشام. ابن عمه عبد الله بن العباس تركه وعاد إلى المدينة. طيب إذن سيدنا الحسين عاش في العراق كم سنة؟ 5 سنوات. فأهل العراق عرفوه وخبروه، وكان عمره في تلك الفترة 40 سنة، يعني رجل كبير يعني. فهم أدرى بمدى تمتعه بمواهب القيادة والحكم وإلى آخره. لما قتل سيدنا علي جاء بعده من؟ ابنه الحسن، سيدنا الحسن رضي الله عنه. وأول ملك في الإسلام هو من؟ هو سيدنا الحسن، لأنه في ناس للأسف قاعدة تنقل من كتاب قديم أول ملك في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان. لا يا سيدي، أول ملك في الإسلام هو سيدنا الحسن، لأنه من أول من آل إليه الحكم بفضل نسبه هو سيدنا الحسن. يعني لما قتل سيدنا علي أهل الكوفة اجتمعوا وقالوا ماذا؟ أنت خليفتنا. لماذا؟ لأنك ابن علي بن أبي طالب. هل في مؤهلات أخرى يا جماعة؟ ما هو نفس أهل الشام بعد ذلك فعلوا نفس الأمر مع
يزيد في ابن سيدنا معاوية في الشام. يعني سيدنا الحسن كان في الكوفة فرد من عائلة قبيلة قريش قبل قريش في مكة، وتربى في المدينة، فهو غريب في الكوفة أصلا، فهو نفر واحد. فالكوفة هم الذين نصبوه ملكا بفضل أنه هو ابن سيدنا علي. سيدنا معاوية أيضا ده راجل نشأ في مكة. انظروا هي نفس الفكرة. سيدنا معاوية نشأ في مكة ثم هاجر إلى المدينة، ومن المدينة خرج مع جيوش الشام أيام سيدنا أبو بكر إلى دمشق وخاض الحروب، فهو شخص غريب في الشام. أهل الشام أحبوه. لما جاء اقترب وفاته اقترحوا عليه، أو هو اقترح عليهم أنه يكون ابنه يزيد، فوافقوا. خلي بالك أنه أهل الشام قرروا تكرار ما فعلوا أهل الكوفة، ولكننا بسبب الدعاية الشيعية نستشنع ما فعلوا سيدنا معاوية، ونستشنع ما فعلوا أهل الشام، وننسى ما فعلوا أهل الكوفة، أن سيدنا الحسن قبل أن يخلف أبيه، فيزيد قبل أن يخلف أبي معاوية. هي نفس المنطق يعني. فأول ملك في الإسلام هو سيدنا الحسن، هذا هو الصحيح يعني. سيدنا الحسن لما ولي الخلافة تمرد عليه أتباعه وتآمروا عليه، وبعضهم اعتدى عليه بالضرب وبعضهم حاول يقتله، فهو أدرك أنه لا يستطيع أن يقود هؤلاء الناس وأنه هو سيهزم. فسيدنا الحسن هنا قرر أن يتنازل عن الخلافة، فكان أمامه أخيه الحسين. فلماذا لم يتنازل لأخيه الحسين؟ هل هو وجد أن أخوه الحسين لا يملك المواهب القيادية لهذا؟ يعني وبالتالي سيدنا الحسن يروح يسلم الحكم لمعاوية في الشام وأخوه جنبه سيدنا الحسين بجواره، لكنه لم يسلمه الحكم. وبالمناسبة سيدنا الحسين كان معارض أن الحكم يقول إلى سيدنا معاوية. طيب أهل العراق كانوا ممكن يقولوا خلاص أنت يا سيدنا الحسن لا تريد أن تكون خليفة، تستمر في أن تكون خليفة، نختار من؟ أخيك الحسين. فأهل العراق لم يختاروه خليفة سنة 41 هجري قبل مقتله ب20 سنة. فهذا رأي العراق في المواهب القيادية لسيدنا الحسين سنة 41 هجري، أنه كان بينهم ولم يبايعوه خليفة للمسلمين. انتبهوا لهذا. طيب ننتقل 20 سنة للأمام. سيدنا معاوية يحكم 20 سنة، وبعدين ننتقل بعد 20 سنة سيدنا معاوية سيموت وابنه سيرث الحكم من بعده. هنا لا يوجد أي ظلم. هو يزيد أصلا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بيبدأ حكم، فهو يعني لسه بيحكم في اليوم الأول. فسيدنا الحسين رفض أن يبايعه. لا في ظلم ولا حاجة. إذن سيدنا الحسين ثورته أو اعتراضه لم يكن اعتراض على ظلم أصلا، لأنه يزيد لم يحكم 2 أو 3 سنوات، وبعد ذلك ثار سيدنا الحسين، فنقول ثار على ظلم وقع فيه يزيد أبدا. إنما سيدنا الحسين ثار لأسباب نحن لا نعرفها. يعني هل الرواية الشائعة تقول أنه رفض أنه يزيد يكون هو الخليفة بعد سيدنا معاوية. فالمهم سيدنا الحسين ماذا فعل؟ كان في المدينة، فأهل المدينة رفضوا يخرجوا يصوروا معه، ركز، ضد دمشق يزيد، فانتقل إلى مكة. أهل مكة رفضوا أن يثوروا معه مرة أخرى. يعني أهل المدينة اللي تربى بينهم رفضوا أن يحملوا معه السيف ويشكل جيش. لما ذهب لمكة أهل مكة رفضوا أن يتبعوه ويشكلوا معه جيش، ودي علامة استفهام. أصل ليس معنى أن راجل صالح وفاضل وحافظ للقرآن وتقي وورع إذن هو يملك مقومات أن يقود الجيش. سيدنا أبو بكر الصديق هو أحسن الصحابة كلهم، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه يفهم في قيادة الجيش أحسن منه، وسيدنا أبو بكر يفهم في السياسة أكثر منه. فهمنا؟ طيب. فأهل مكة اللي هم قبيلة قريش رفضت أن هي تخرج معه أو تكون جيش، فانطلق إلى العراق. طبعا العراق أرسلوا له قالوا له تعالى احنا هنعمل تمرد وبتاع، فمر على كل القبائل في الطريق، كل القبائل رفضت تنضم إليه، والبصر رفضت تنضم إليه. ثم لما وصل إلى الكوفة منعوه من دخول الكوفة. طبعا أهل الكوفة انفضوا من حوله، يعني خانوه، غدروا بيه. ودي هنأتي لها انه ايه، انه يقول لك وهم اهل الكوفة الذين قتلوه. اهل الكوفة قتلوه، هم الذين قالوا شجعوا له تعالى اخرج من مكة الينا. ولما خرج
غدروا به وبعضهم قتلوا. فهي يعني مسألة شيعية يعني، اللي قتلوا سيدنا الحسين شيعة واللي غدروا بسيدنا الحسين شيعة. والدولة الأموية لم تأمر أصلا بقتل سيدنا الحسين. ولما والي العراق اللي كان شاب صغير اسمه عبيد بن زياد، أبوه كان في جيش سيدنا علي بالمناسبة، لما قتل سيدنا الحسين والخليفة الأموي يزيد بن سيدنا معاوية في الشام على هذا قال: اللعنة على ابن سمية. كان يعني من باب التحقير يعني، أورثنا عار الدهر، يعني خلى سمعتنا سيئة أبد الدهر يعني. المهم، فسيدنا الحسين اتجه لكربلاء ودارت المعركة في كربلاء واستشهد في كربلاء رحمه الله رضي الله عنه. هنا سؤال مهم يا جماعة، نفترض أن سيدنا الحسين لما اتجه دخل الكوفة وأهل الكوفة تجمعوا حوله، ماذا كان سيفعل؟ كان سيكون جيش، وبعدين يأخذ هذا الجيش وينطلق إلى دمشق ليحارب به أهل الشام ويقتل يزيد. يعني هنجد أنه كان يحصل السيناريو العكسي، يعني فكان هناك أحدهما سيقتل، وأحد يا إما الكوفة يهزموا وإما أهل الشام سيهزمون. طيب تعالوا نكمل. هل المسلمين في تلك الفترة كانوا يريدون سيدنا الحسين خليفة لهم؟ لما ننظر على هذه الخريطة نجد أن احنا لدينا المسلمين في تلك الفترة يشكلون 3 كتل رئيسية أو 3 قوى أو 3 أحزاب بلغة اليوم. لدينا الحزب الأول اللي هو حزب الحجاز. حزب الحجاز هو الحزب الذي كان يحكم في أيام الدولة الخلافة الراشدة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، قبل سيدنا علي، الخلفاء ال3. طيب حزب الحجاز المدينة ومكة. طيب فهذا الحزب كان خلاص في تلك الفترة المسلمين كانوا بالأساس عرب. هيبدأ هؤلاء المسلمون أو هؤلاء يبدأون ينزحون مع الفتوحات الإسلامية إلى العراق وإلى إيران وإلى أذربيجان إلى آخره، ويتجهون إلى الشام وإلى مصر وإلى ليبيا. فيتشكل لدينا 3 كتل، هيبقى إضافة إلى كتلة الحجاز هيتكون لدينا كتلة دمشق أو كتلة الشام، ويتكون لدينا كتلة العراق. فأصبح لدينا المسلمين 3 كتل أو 3 أحزاب. سنفترض أن كل كتلة أو الأحزاب ال3 متساوية في الوزن. احنا بنؤمن أن الحاكم في الإسلام بالانتخاب، نحن مسلمين سنة. الشيعة بيقولوا لا، الحكم ملك توريث، يعني علي بن أبي طالب ملك وبعده ابنه المفروض يكون ابنه الملك وابنه الملك وابنه الملك وهكذا، يعني يقولوا بالتوريث يعني. وهذا معناه ان هم يعتبرون سيدنا محمد كان ملك، الرسول كان ملك، يريد توريث الحكم، ولكن بما انه ليس له ولد ذكر ماتوا، فبيورث لمين؟ لجوز بنته، لزوج ابنته. طبعا نحن نقول سيدنا محمد رسول النبي ولم يوصي لأحد، والقرآن كله ليس فيه كلمة عن ذرية سيدنا محمد أو أي شيء عن بنات سيدنا محمد. فيه أنه ربنا بيأمر الرسول: قل لزوجاتك وبناتك ونساء المؤمنين. في أمر من الله للرسول بالزي الشرعي للمسلمات. هنعود، احنا لدينا 3 كتل. كتلة الشام، من يريدون كتلة الشام؟ يريدون يزيد، لا يريدون سيدنا الحسين. سنفترض ان كتلة العراق تريد سيدنا الحسين لأنه هو لم يدخل، فلو كان دخل العراق كنا سنرى ان بعض العراق ينضمون معه، بعضهم يقفون ضده، فكنا نعرف هل كتلة العراق معه كلها أم لا. يعني كم في المية من المسلمين كانوا يريدون سيدنا الحسين؟ ادي الشام طلعناها بره 33%. العراق هنفترض جدا ان كلها كانت تؤيد سيدنا الحسين. طب المدينة كانت تؤيده؟ لا. مكة كانت تؤيده؟ لا. إذن على أحسن الفروض أنه العراق كلها من كبيرها من الأطفال والنساء والعجائز كانوا يؤيدون سيدنا الحسين، فهو كان الذي يؤيد سيدنا الحسين 30% أو أقل، لأنه ممكن سكان البصرة لا يؤيدون سيدنا الحسين، ما بين الجزيرة لا يؤيدون سيدنا الحسين. فإذا دي اللي بتوضح لنا هل كان سيدنا الحسين له أحقية في أن يطلب الحكم أو يرى في نفسه الخليفة أم لا. وابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس هو نصحه، قال له لا تذهب للعراق. والزبير بن العوام وهو أيضا ابن عمته كان في مكة وكان رافض يباهي يزيد بن معاوية، وقال له أيضا لا تذهب إلى العراق إلى آخره. وحتى احنا هنجد سكان مكة التفوا حول عبد الله بن الزبير ولم يلتفوا حول سيدنا الحسين. تعالوا نكمل. هنا طبعا الفتوحات اللي اشترك فيها سيدنا الحسين
سيدنا الحسين كان معروف للمسلمين يعني ليس معروف انه حفيد الرسول، لا كان معروف بيعمل ايه في حياته. فهو اشترك كجندي في فتح تونس، واشترك كجندي في فتح مناطق في ايران، واشترك كجندي في الجيش مع سيدنا ابو ايوب الانصاري اللي ذهب لفتح اسطنبول، والجيش كان يقوده يزيد. يعني خلي بالك ان هو سيدنا الحسين ويزيد يعرفان بعضهم البعض من قبل هذه الواقعة. وكان يزيد قائد سيدنا الحسين في الجيش، وكان في الجيش سيدنا ابو ايوب الانصاري، كان في الجيش صحابة اخرين يعني. طيب فسيدنا الحسين هل كان الناس ينظرون عنده المواهب القيادية؟ هو جندي شجاع ومقاتل وكذا، لكن السياسة بتحتاج تصرفات مفاجئة. ومن الذي نراه في فترة حكم يزيد ان يزيد ايضا كان يفتقد للمواهب القيادية. طيب تعالوا نكمل. انظروا كيف يجري التلاعب بالعقل التركي. ده نساء تركيات رابطين ايديهم ليه؟ قتل سيدنا الحسين. طيب قتل اهم منه سيدنا علي، لماذا لا يوجد احتفال به؟ وقتل وفقا للرواية الشيعية انه قتل سيدنا الحسن. الرواية الشيعية التي هي طبعا رواية كاذبة وضعها واحد اسمه الحاكم ده ألف كتاب اسمه المستدرك، يعني ألف أحاديث نسبها للرسول، وزعم من ضمن الروايات بتاعته أنه الدولة الأموية قتل سيدنا الحسن. هنفترض هذا. طب سيدنا الحسن أهم من سيدنا الحسين أخيه الأكبر، ولكن سيدنا الحسن لا يلائم ما تريد المخابرات الإيرانية. المخابرات الإيرانية تريد دماء، سيدنا الحسن رجل تصالح وإن وحدة المسلمين، فقالوا لا. وسيدنا عثمان ده حوصر في داره حتى عطش فلم يجد ماء، وجاع فلم يجد طعاما، ثم اقتحموا عليه داره، ثم ضربوا زوجته بالسيف فقطعوا أصابعها، ثم ضربوها على فخذها. يعني قتل سيدنا عثمان أشنع، ورجل عجوز عمره 80 سنة وخليفة وزوج لابنتين الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان هو الذي جعل المصحف قرآن بين دفتين. نحن نعيش اليوم في فضل سيدنا عثمان حتى اليوم، رجل استراتيجي وقام بفتوحات إسلامية. فسيدنا عثمان أهم بكثير. سيدنا عمر بن الخطاب ما هو قتل. سيدنا عمر ما هو احنا لو قلنا النهارده يا لثارات عمر، يعني ايه؟ يعني العدو المجوس. فاحنا طبعا هذه الفكرة لأنه أصلا في القرآن الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى، فأنا لا أستطيع تحميل المجوس بتوع اليوم لقتل سيدنا عمر. ويا لثارات عثمان، فالمنافقين هم الذين قتلوا سيدنا عثمان. فهي المسألة مش سيدنا الحسين، سيدنا الحسين مش موجود في فكر إيران أصلا، لكن لأي مدى عقلنا كمسلمين تحت الاحتلال. ولذلك بلادنا ضاعت وهزمنا. انظروا ادي مثلا ادي الطفلة بتقول ايه؟ يا زينب. طيب زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ما تقصدش زينب دي زينب بنت الرسول، لها أولاد وهي متزوجة العاص بن ربيع من الصحابة المهاجرين. إيران تقول ليس لا زينب من أهل البيت وهي ابنة الرسول ولا أولادها من أهل البيت. فشوف إيران يعني إيه قاعدة تخصص الحسين بالذات يعني. طيب أدي طبعا من ضمن الخرافات المنتشرة أنه في سيف اسمه سيف ذو الفقار وأنه بتخص بسيدنا علي، وأصلا هذا ليس ذو الفقار، هذا هو السيف الذي كان يصنعه الفرس وقتل به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. احنا ولا فاهمين حاجة، احنا قاعدين نسير خلف إيران. احنا مش محتاجين حد يدمر بلادنا، احنا بندمرها لوحدنا. حضراتكم مثلا بتحمل الجنزير ومكتفة نفسها والقرآن. طيب ملالي إيران اللي بيقولوا يا حسين يقولون لا نعترف بالقرآن والقرآن باطل والقرآن محرف، وملالي إيران لا يحفظون القرآن. وأنا أتحدى إن حد يجيب لي واحد خامنئي أو الخميني يكون بيصلي صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر بأي صورة طويلة. الخميني أحضره له فيديو على اليوتيوب، أحضروا له 10 كاميرات وقال لك هذه صلاة الخاشعين، هيصلي المغرب. صلى في الركعة الأولى قل هو الله أحد، والركعة الثانية قل هو الله أحد. يكسفك يا خميني، ربنا يكسفك. يعني أنت حتى ما عرفتش تقرأ أي سورة أخرى، حاجة فضيحة. في كل معمم الشيعة لا يحفظون القرآن كلهم، ولو فيهم حد يحفظ القرآن يطلع يورينا. احنا ورونا صلاة المغرب والعشاء والصلاة الجهرية في إيران أو في العراق أو في لبنان وفين قراءة القرآن.
ولكن دول بنات ولا يعرفوا ان دول ما بيحفظوش القرآن اصلا. يمسكوا القرآن، يمسكوا القرآن وخلاص. طيب احنا بنشاهد حتى البلاد التي رفعت رايات يا حسن ويا حسين اصبح الشيعة يتقاتلون فيما بينهم. العراق نموذج، ادي شيعي مقتدى الصدر والمالكي، ودول قتلوا من بعض والحروب مستمرة حتى الآن، لدرجة ان هم اقتحموا البرلمان العراقي ورافعين حضراتكم رايات يا حسين ويا حسن في قلب البرلمان. قتال شيعي شيعي. لماذا؟ كي نفهم الفكرة. حضراتكم السردية الشيعية أو الفكرة الشيعية بتقوم على أساس أن العدو قتلت الحسين. قتل الحسين تقول الدولة الأموية ويرثها الدولة العثمانية ويرثها بقى تركيا والسعودية والأردن ومصر، كل دول ورثت الدولة العثمانية. وسواء أنت شئت أم أبيت، يعني هو أنت مفروض عليك أن أنت تعتبر أنت وريث الدولة العثمانية. وانت وممكن واحد علماني اصلا وبيكره الدوله العثمانيه وبرضه يقولوا انت وريث الدوله العثمانيه. طيب خلاص ماشي. طب انتوا حالا هو عنده بقى ايه؟ في قتل العدو من قتلت الحسين، وفي شيعه خانوا الحسين اللي هم اهل الكوفه اللي رفضوا يستقبلوه، واللي قتلوا الحسين بالسيف بشكل مباشر هم شيعه ايضا كانوا في جيش سيدنا علي من قبل. فلذلك هنجد في العراق ماذا حدث؟ نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق عمل ميليشيات شيعية ونزل قتل في المسلمين السنة أبدهم. طيب كده خلصت انت من قتلة الحسين. فبعد ذلك استدار ايه؟ لا احنا هنكمل قتل، هنقتل مين؟ اللي خانوا الحسين. فراح على مقتدى الصدر وميليشياته واشتغلوا قتل في بعض. وطبعا انتم متابعين التسريبات، وراحوا اقتحموا البرلمان العراقي. فهتجد انه انصار مقتدى الصدر لما اقتحموا البرلمان العراقي رفعوا رايات يا حسين. ماله الحسين قتل في البرلمان العراقي؟ قالوا لا، ما هو في شيعة خونة خانوا الحسين، يمثلهم الآن الشيعة اللي مؤيدين لنور المالكي. فأنت أمام مأساة، فكر يقوم على الدم والقتل إلى ما لا نهاية، والكراهية والبغضاء، وهؤلاء خونة وهؤلاء أعداء وهؤلاء قتلة. ولذلك أي دولة بيدخلها هذا الفكر لا تتقدم. هل إيران تقدمت؟ إيران الشعب فقير، يعني اللي يذهب لتركيا ويذهب لإيران يرى الفرق. والعراقيين أنفسهم يقولوا أيام صدام حسين الدكتاتور كان أحسن بكثير. صدام كان سني وعلماني ولا يصلي، بس يقولوا ده. أنا حتى لقيت شيخ معمم شيعي منهم يقول في عهد صدام عملوا الكوبري في 3 شهور، الآن بقى لهم 20 سنة وما عملوا الكوبري، كوبري آخر. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام أنا في هنا سلسلة حلقات عملتها عن تاريخ الدولة الأموية. هنا الحلقة الأولى أرجو أن تسمعوها، لأن احنا للأسف بنزدري تاريخنا الإسلامي وبنسير وراء روايات كاذبة. ولأن السوريين لم يسمعوا هذا التاريخ من قبل ضاعت بلدهم، ولأن العراقيين لم يسمعوا هذا التاريخ ضاعت بلدهم، واليمنيين ضاعت بلدهم. فأنا أرجو من باقي الشعوب الإسلامية أنه يسمعوا تاريخ الدولة الأموية كي يعرفوا الحقيقة قبل أن تضيع بلدهم. أرجو الاستماع لهذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وقناتي الجديدة على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأئمتي في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.